يسعد كل أوقاتكم يا رب، وأهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة وصفات نسرين الوادي. اليوم رح نعمل وصفة سهلة وسريعة وطعمها زاكي. رح نعمل وصفة بيكات الدجاج بالليمون. تابعوني لنشوف المقادير والطريقة سوا. راح نجيب صدور دجاج، راح نقطعهم بشكل شرائح طولية، وبعدين راح نحط على كل وجه رشة ملح وفلفل أسمر وشوية بهارات إيطالية أو أوريغانو. على الوجهين ندعكهم، نتركها في التتبيلة، يفضل إنه لفترة من الوقت. وطبعا إحنا بنكرر عملية الرش على الوجهين من الدجاج. راح نغطس الدجاج بالدقيق على الوجهين، وبعد هيك راح نحط مقلاية على النار، راح نحط فيها شوية زيت وشوية زبدة وراح نسخنهم، وبعد هيك راح نحط الدجاج وراح نقلبهم على الوجهين. لما يتحمر أول وجه راح نقلبه على الثاني، وبس تحمر معانا دجاجة راح نشيلها ونحطها على جنب. قبل ما نبلش نعمل بالصوص يلي مع الدجاج راح نعمل ماش بوتيتو. أنا سلقت 3 حبات بطاطا، وبعد هيك طبعا بعد ما قطعتهم، بعد هيك راح احطهم في محضرة الطعام مع اقل من ربع كوب من الحليب، وتقريبا شوي من الزبدة ورشة ملح وفلفل اسود. راح اضربهم مع بعض بمحضرة الطعام، وممكن نهرسهم يدويا، وهاي راح يعطيكي ماش بوتيتو بقوام كريمي معاكي. هلا هون بمقلاي برضو زيت وزبدة راح اقلب 3 اسنان توم لحد ما يدبلوا بدون ما يتغير لونهم. بعد هيك حطيت فلفل مقطع وراح اقلبه، وبعدين راح احط معلقة طحين واقلب معاهم. بعدين راح اضيف كوب من مرق الدجاج، راح أضيف رشة ملح وفلفل أسمر، وراح أضيف كمان نص عصير ليمونة أو أقل حسب رغبتك بالحامض. بعد ما يتسبك معانا راح أرجع أضيف قطع الدجاج للصلصة، وراح أخليها تتسبك معنا وتاخد النكهة والطعمة تبعتها، وبعد هيك بتصير جاهزة معنا. شوفوا قد ايه هالوصفة سريعة. هاي من الأطباق السهلة وسريعة جدا، وما يعني بكوم لك كتير جلي، لأنها بنفس المقلاي وبنفس الوقت طعمتها روعة. بنصحكم تجربوها. أنا سكبت الماش بوتيتو وفوقها قطعة الدجاج، وممكن إنه نحط الماش بوتيتو على جنب. الماش بوتيتو هون عملنا قوامه كريمي، طلع جدا روعة، وخصوصا مع هاي الوصفة طلع كتير متناسق وطعمتهم سوبر يمي. إذا عجبتكم الوصفة في البداية بتمنى إنكم لا تنسوني من صالح دعائكم، وأتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو. شكرا لكم ولحسن متابعتكم.